وش الشيء اللي يخلي الحب يدوم؟ يمكن تقول الاهتمام، وأقول لك لا، الاحترام لا بعد، الهدايا أو العطاء كل هذا جميل لكن مو الأساس. المشكلة إن أغلب الناس لما يدخلون علاقة يفكرون إن الحب عبارة عن قائمة مهام، تهتم، تعطي، تتواجد، تتحمل. لكن الحقيقة الحب أكبر من كذا. الحب هو تلاقي الأرواح شيء أعمق من مجرد أفعال. الحب الحقيقي ما يحتاج كل هالتعقيد. إذا قلبك يشبه قلب الشخص الثاني، إذا روحك تطمئن معه، خلاص ما تحتاج تحارب عشان تحبه، لأنه الحب موجود من الأساس. الأشياء مثل الاهتمام والهدايا ما تخلي الحب يبدأ، لكنها تحافظ عليه. وش الشيء الأهم في العلاقة؟ مو الاهتمام، مو الاحترام لأنه واجب، ولا حتى الهدايا. أهم شيء هو الأمان، إنك تحس بالأمان مع الشخص اللي تحبه. الأمان هو شعور داخلي يقول لك أنا مطمئن، أنا مرتاح. لما تحس إنك ما تخاف من الخيانة، ما تخاف من الفقد ولا من التغيرات المفاجئة، هذا هو الحب الحقيقي. إذا الأمان راح، ترى كل شيء ثاني ما ينفع. لا اهتمامك ولا عطاياك ولا حتى وجودك يفرق، لأن الأساس اللي كان يجمعكم اختفى. إذا شخص خلاك تعيش في قلق أو شك، خلاص العلاقة ما عاد لها قيمة. جنتك الحقيقية هي راحتك النفسية، هي شعورك إنك مطمئن مع نفسك أولاً. لا تسمح لأي شخص يهز هذا الأمان. حب نفسك كفاية واهتم بنفسك قبل أي أحد. لو ودك تبكي بكيفك، لكن لا تعطي أحد فرصة إنه يكسر قوتك أو يستهلكك عاطفياً. ليش الناس يعانون في الحب؟ المشكلة مو إن الناس يرحلون لأنه الفقد طبيعي، المشكلة في الطريقة اللي يرحلون فيها. شخص كان قريب منك فجأة يصير بارد، يتجاهلك، يعطيك بلوك، أو يغير طريقته من غير مقدمات. هذا الشيء اللي يكسر القلب، مو فكرة الفقد بحد ذاتها. بعدها تلاقي نفسك تسأل ليش؟ وش سويت عشان يستاهل كذا؟ يمكن الناس يقولون لك الله يعوضك أحسن منه، بس لو بنكون صادقين المشكلة مو بس فيه، المشكلة بعد فيك. مو كعتاب، لكن عشان تفهم وتتصالح مع نفسك. وش كنت تسوي؟ تقول كنت أهتم فيه بكل شيء، أعطيه وقتي، أتحمله وأبذل كل جهدي عشان يكون مرتاح. وهنا يا عزيزي تكون المشكلة. لما تعطي شخص أكثر من اللازم بدون توازن، ممكن يصير هذا سبب رحيله. لأن الحب ما يعتمد على العطاء المبالغ فيه. الحب الحقيقي يعتمد على التقدير والانسجام. إذا من البداية ما لقيت تقدير، لا تجبر نفسك إنك تبقى. الحب ما هو صبر دائم على قلة الاهتمام. الحب الحقيقي يكون هادئا، في احترام متبادل، وفي مواقف تثبت المشاعر بدون ضغط أو تعب. ليش تصبر؟ الحب مو معركة. إذا كنت تتألم في علاقة، ليش تستمر فيها؟ إذا ما في أمان وسعادة من البداية، لا تضيع وقتك. العلاقة الحقيقية لازم تكون مريحة، جميلة وهادئة. إذا كنت تعاني عشان توصل لها، هذا يعني إنها ما كانت تستحق من البداية. الحب ما يجي بتخطيط، يجي من انسجام، من صدفة، من موقف. فلا تعطي أكثر من اللازم وبعدين تندم إذا خلك الطرف الثاني. إذا صار هذا الشيء، لا تلوم أحد غير نفسك. النهاية، راجع نفسك، طمن قلبك، وكن واعياً. اللي خسر وجودك في حياته هو اللي خسر، وأنت تستحق تعيش حباً ما يتطلب منك معاناة، حباً يعطيك أماناً وسلاماً.